السلام عليكم يا احلى اصحاب واحلى اخوات. معكم رانيا فضفضة قلبي مع رنوش. معاكم حكايه جديده وفضفضه جديده من القلب للقلب، ويا رب يكون محتوى عاجبكم، وهستنى رايكم في الكومنتات الجميله وتشجعوني وتعرفوني اللي انتوا بتتابعوني من انهي بلد. والنهارده قصتنا عنوانها غريب جدا، اسمها اخر مكالمه. عمري ما كنت اتخيل ان مكالمه مدتها دقايق ممكن تغير حياتي للابد. كنت قاعد في اوضه ضلمه، موبايلي في ايدي، بطلب الرقم اللي حافظه من قلبي. رني مره اتنين تلاته، وفجاه الصوت اللي مستناه رد: ازيك عامل ايه. الصوت كان دافي زي زمان، بس وراه مسافه بعيده بعيده قوي. اتكلمنا عن حاجات صغيره، عن الشغل، عن الصحه، عن الايام اللي بتجري، لكن جوايا كان في كلام كتير عايز يخرج. وحشتني، انت حياتي، انا تعبت من غيرك، بس ما قدرتش. خلصت المكالمة بكلمة باردة: خلي بالك من نفسك. بعد ساعات جالي خبر وقع عليا كصعقة: الشخص ده مات. اخر مكالمة بينا كانت اخر خيط بيربطني بيه. كل الكلام اللي خبيته، كل المشاعر اللي سكت عنها، خلاص راحت معاه. من ساعتها صوته خلي بالك من نفسك بيرن في وداني كل يوم. مش صوته، صمتي انا. الوجع مش انا الوجع مش انه راح، الوجع اني ما عرفتش اقوله الحقيقه قبل ما يمشي. اتعلمت حاجه عمرها ما هتفارقني: الكلمه اللي مش بتتقال في وقتها بتتحول لوجع ابدي. لو بتحب قول، لو مشتاق عبر، لان يمكن تكون النهارده هي الفرصه الوحيده، الفرصه الاخيره، وبعدها مش هيفضل غير صدى مكالمه وندم ملهوش اخر. في لحظه بسيطه، مكالمه كان ممكن تبقى عاديه جدا، لكنها بقت اخر خيط بيني وبين اعز انسان في حياتي. اتعلمت ان الكلمه اللي ما بنقولهاش في وقتها ممكن تتحول لندم، ندم بيوجع العمر كله. اسمعي قصتي للاخر، يمكن تلاقي نفسك فيها، ويمكن تنقذك من ندم زي ندمي. طبعا ليه ما قلتيش؟ ما دام انت حاسه الانسان اللي قدامك ده كويس ومحترم، ليه خليتي نفسك تندمي طول عمرك؟ يمكن هو كان مستني الكلمه دي منك يسمعها، حتى لو سمعها وراح، بس ممكن كانت غيرت حاجات كتير قوي في حياتك. ما ندمتيش على اي حاجه انت عملتيها. يا ريت تقولوا لي رايكم في الكومنتات. هي فعلا كده ندمها دوت هيفيدها بحاجه؟ لا طبعا. انا رايي اللي انت بتحبي شخص واجهيه، صرحيه، قولي له ما دام بني ادم كويس وقد الثقه اللي انت هتديها له. ده رايي، ويا رب يكون رايكم زي رايي، واستنى كومنتاتكم. ومعاكم رانيا فضفضة قلبي مع رنوش. باي باي.